ولما يجي في آية يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. النفس الواحدة دي العلماء كلهم أجمعوا على إن المراد بها آدم عليه السلام. كلهم قالوا إن ده آدم عليه السلام. وبعدين في حديث بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم متى خلق آدم، إمتى اتخلق آدم. فجاب حديث كده طويل، والحديث موجود في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال، النبي خد بإيد سيدنا أبو هريرة وبيحكي له بقى الحكاية. فبيقول له خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام يوم الجمعة في آخر ساعة منه. دي رواية صحيح مسلم. في رواية أخرى أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أن الله خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال والأنهار والأشجار في يوم الثلاثاء، وخلق في يوم الأربعاء، وخلق في يوم الأربعاء الأقوات والأقدار والمكروه، وخلق في الخميس والجمعة السماء والملائكة إلى آخر 3 ساعات بقيت من يوم الجمعة. فخلق في الساعة الأولى من ال3 الأخرى آدم، وفي الساعة الثانية خلق الآجال من يحيى ومن يموت، وفي الساعة الثالثة خلق الآفة اللي هي بتقضي على كل حد. هنا لو خدنا الترتيب بتاع الخلق هيطلع آدم اتخلق امتى؟ آخر ساعة في الخلق. خلق التربة الأرض يعني، والأشجار والأنهار والسماء والملائكة، وكل الخلق خلق. وفي آخر ساعة من يوم الجمعة خلق الله عز وجل فيها آدم. آدم طيب اتخلق من ايه؟ ما هي الحقيقة بتاعته أو المكونات؟ اتخلق من ايه؟ في حديث في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، ومارج النار يعني طرف النار، وخلق آدم مما وصف لكم. وصف لنا فين بقى؟ في حديث تاني يجيب الوصف، والحديث التاني موجود في سنن الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول ايه؟ بيقول إن الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. ايه اللي حصل بقى؟ تعرفين الأرض المكونات بتاعتها ملونة، وكمان في أرض طيبة اللي هي بتقبل ماء المطر وتنبت الكلأ والعشب، وفي أرض خبيثة تاخد الماء تشربها ولكنها لا تنبت لك كلأ ولا عشبا، وفي أرض بين جامدة تاخد الأرض فتخزنها، هي ما تشربهاش عشان ما تفسدش بيها، وإنما تتركها لينتفع بها الناس من بعد. لما أرسل الله ملكا إلى الأرض أن يأتيه ببعض منها، أرسل جبريل، فلما جاء جبريل ليأخذ من أرض قالت الأرض أعوذ بالله أن تشينني أو أن تنقصني شيئا، لا ما تاخدش من حاجة. فأرسل ميكائيل، حدث نفس القصة، فأرسل ملك الموت فقال وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمر ربي، فأخذ قطعة من الأبيض وقطعة من الأحمر وقطعة من الأسود من كل أماكن الأرض، ثم خلطها في السماء وخلق منها آدم. فعشان كده قالنا الكويس الطيب والخبيث والحزن والسعيد، وهذه الأشكال المتنوعة جت ليه؟ من مكونات الأرض التي خلق منها آدم. خلق الله النفس من هذه المكونات وأنشأ أنفس الناس من هذه النفس. فكده المسألة الموضوع يعني
بقى في تلوين، تلاقي واحد أبيض، واحد أسود، واحد طيب، واحد خبيث، واحد كذا. وفي عند ابن حجر في الفتح قال إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا، جاب التراب وبعدين عملوا طين ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنون، يعني طين ناشف كده، خلقه وصوره ثم تركه. لما اللي بقى حمأ مسنون بدأ يخلقه كده ويكونه ويصوره حتى إذا كان صلصالا كالفخار، نشف بقى جامد قوي. كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم. يبص عليه كده ويقول له انت شكلك خلقت لأمر عظيم. دي بقى بداية الايه، بداية بقى الاتصال بقى والقصص بقى اللي بين إبليس بقى وبين آدم وبين الخير والشر، البداية بقى. ثم نفخ الله فيه روحه، روح آدم، وكان أول ما جرى فيه الروح بصره. أول حاجة جت فيها الروح البصر. وأول حاجة تروح عند خروج، آخر حاجة تروح عند خروج الروح البصر. ليه؟ لأن البصر يتبع الروح وهي خارجة. فأول حاجة جه فيها الروح كان الايه؟ البصر. وآخر حاجة يخرج منها الروح البصر. ده بالنسبة لخلق آدم عليه السلام في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذه النفس الواحدة خلق الله عز وجل منها أنفس البشر كلنا بقى، كل الناس بقى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأنفس من هذه النفس، فضلت بقى تتوالى، تتركب بعضها على بعض وتتوالى تتوالى تتوالى. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. خلي بالك بقى، ثم جعل منها زوجها اللي هي حواء. ازاي؟ خلقكم من نفس، والنفس تؤنث في اللفظ. النفس اللي هي نفس آدم، النفس اللي هي ايه؟ نفس آدم. ربنا جعل من نفس آدم زوجها، زوج النفس. خلاص؟ زوج النفس، زي ما تقول زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع تذكر ويؤنث اللفظ. فنفس الحكاية، النفس هنا مؤنثة. فقال خلق منها أي من النفس، مش من آدم، من نفس آدم. فخلق من النفس زوجها اللي هو مين؟ زوجها اللي هو مين؟ اللي هي حواء. خلق منها زوجها. وبعدين بص بقى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يبقى كده فهمنا ان النفس خلقت، ان الله سبحانه وتعالى خلق نفسا واحدة. هذه النفس هي نفس آدم عليه السلام، ثم أنشأ بعد ذلك كل هذه الأنفس التي خلقت، وخلق هذه الذرية. بعد كده عندي موت آدم بقى نفسه. لما جه آدم يموت، مات ازاي؟ في مسند أحمد من حديث أبي بن كعب بيقول ايه؟ بيقول ان آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لبني أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة. قال لهم أنا عايز حاجة من ثمار الجنة. فخرجوا ليأتون له بشيء من ثمار الجنة، فإذا بالملائكة قد إيه؟ قابلتهم. إلى أن تذهبون؟ قالوا إن أبانا رجل كبير وهو يعني اشتهى ثمرة من ثمر الجنة. قالوا لهم الملائكة ارجعوا فإن الأمر قد قضي، خلاص مش مكتوب له بقى لا يأكل من ثمر الجنة ولا أي حاجة. فلما دخل رأتهم حواء فحاولت أن تأخذ آدم لتتحرك به. فآدم قال دعوه، قال لها دعيني، يعني تركيني مع رسل ربي مع الملائكة. وعرف بقى أن القصة فيها موت وفيها نهاية. فجاءت الملائكة فقبضت روح آدم. لما قبضت روح آدم كان مع الفأس ومع كده، فحفروا في الأرض، ولما تم الحفر في الأرض وما إلى خلافه ودفنوه ونزلوا به إلى الأرض، وقالوا لأبنائه من بعده هكذا كل من يموت يدفن بهذه الكيفية. هي دي النفس الواحدة اللي احنا كلنا اتخلقنا منها. طبعا أنا عارف أن الموضوع كبير جدا، وإني أنا ما أقدرش أجمله في لحظات أو في لقطات بسيطة من مثل هذه، لكن أنا بس بفتح الموضوع. وخلينا نقعد ندور شوية مع النفس كده في الحلقات المتبقية في البرنامج. خلينا نقول المرة الجاية نقول مع بعض إيه طبائع النفس. يعني إحنا عرفنا النفس المراد بها آدم وهي نفس واحدة. بعدين خلينا نعرف بقى طبيعة النفس، طبيعة النفس. كل نفس لها طبيعة معينة، منين جت هذه الطبائع. خلينا مع بعض نتابع هذا الكلام على مدار الحلقات القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم دائما على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.